الحاجة اللي هي كانت عملت رجة في مصر وفي العالم، اشتريت مرة من ورثة أحد كبار رجال الآثار مصحف مؤرخ سنة 70 هجرية، كتبه الصحابي الحسن البصري، مكتوب على رق بالخط الكوفي الجميل المذهب في منتهى الجمال، ودفعت فيه 70 جنيه، يسوى ملايين. درسته فقلت ده يعني ده النسخة الثانية، لأن أعرف لا يوجد غير نسخة واحدة في دار الكتب، فدي النسخة الثانية. بص إيدي الحمد لله يا رب. رحت أسأل عن النسخة الأولانية اللي أنا فاكرها موجودة في دار الكتب، قلت لهم عاوز رقم كذا، وده اتعمل في رسالة دكتوراه بتاعت الدكتور إبراهيم جمعة، وإبراهيم جمعة نشره في كتاب وادى الرقم بتاعه. جابوا لي الرقم، لقيته إن هو مصحف تاني من الدولة العثمانية. يا جماعة ده مصحف معروف. قال لك لا ما عندناش. اتصلت وقتها بوزير الثقافة العطيفي، قلت له يا سيادة الوزير المصحف بتاع الحسن البصري مفقود من عندكم. قال لي اديني نص ساعة واكلمك في البيت. كلمني الوزير قال لي لا انت بتقول كلام مش مظبوط، المصحف موجود عندنا وبتاع. قلت له يا سيادة الوزير بعد نص ساعة هتلقى المصحف مسلمه لمدير أمن الجيزة، وقد تم هذا. ولد في القاهرة في شهر نوفمبر عام 1926. هو رجل متدين، هو باحث في البرديات الإسلامية، كان والده مديراً للبريد السوداني، سنة 83 توزعت الأراضي الصحراوية اللي حوالين المكان، فحصل وجود مشروع مياه جوفية. بدأت المياه الجوفية تزداد في هذه المنطقة. اليونسكو هددت بشيل منطقة أبو مينا من خريطة التراث العالمي. بدأ يتعمل مشروع لهذا المكان بتكلفة من الحكومة المصرية قدرها 50 مليون جنيه. في سنة 59 جه قداسة البابا كيرلس السادس وبنى الدير الحديث اللي هو دير مريمينا الحالي، وبدأ يعمل فيه الكاتدرائية الكبيرة، وبدأت الزوار تيجي في هذا الدير ويعيد ازدهار هذه المنطقة بالكامل كعصرها السابق. ومن ضمن هؤلاء الناس اللي بيجوا يزوروا دير مريمينا الدكتور هنري أمين عوض، وهذا الرجل
ارسم الصليب واصلي انا في سري، ولع الشمع. ادعي لي معاك يا دكتور. لا، بدعي للجميع. صورة للشهيد العظيم ماري جرجس صاحب المعجزات التي يؤمن بها كثير من المسيحيين. هنا أنبوب يحتوي على رفات الشهيد العظيم ماري جرجس، والحقيقة أنا معجزات وبركات ماري جرجس علي لا حصر لها ولا عدد. دكتور هنري أمين عوض، باحث وطبيب، تمثل ما قاله العقاد من إن الله جبل شامخ الوصول إليه من دروب مختلفة فكانت الأديان. صباح الخير يا دكتور. صباح العسل. عايزة أتكلم مع حضرتك من بداية الحكاية. عينيا الاثنين. أنا أساساً طبيب، أخصائي أمراض جلدية وتناسلية، وهوايتي عاشق لقراءة التاريخ، وخصوصاً التاريخ الإسلامي. ناس كتير قوي يقول لك اشمعنى الإسلامي؟ لأن التاريخ الإسلامي تاريخ متحرك، تلقي فيه أحداث تشدك، تلقي فيه دولة ماشية بوتيرة واحدة، دولة مماليك up and downs، صراعات. إيه اللي بيأكد التاريخ أو ينفيه؟ هو الآثار. على سبيل المثال، كان في دولة المماليك البرجية أحد المماليك، فناس بيقولوا حكم ما حكمش، لم توجد أي عملة لهذا المملوك إلا العملة الوحيدة موجودة في العالم هي مجموعتي الخاصة والتي أهديتها إلى كلية الآثار جامعة القاهرة. المقريزي ده شيخ المؤرخين، مرات قال حاجة غلط، قال لك لا يوجد بمصر من الدراهم اللي هي العملات الفضية سوى عملات من أيام الحاكم بأمر الله وهو أحد خلفاء الفاطميون. قلت له لا، تعالى يا مقريزي، هذا درهم ضرب بفسطاط مصر سنة 200 هجرية. اشمعنى التاريخ الإسلامي بالذات؟ يعني ليه مش التاريخ القبطي؟ في زي ما تقول فنون قبطية، فأنا ماليش في الفنون قوي، لأنه هو كله الفن القبطي أكتر من الآثار القبطية، هو ده المهم. ما أخدتش فرعوني ليه؟ لأن أؤمن بلعنة الفراعنة. استفدت بقى من دراسة المخطوطات الطبية، دي أفادتني إن أنا أعيد إلى الماضي العلاجات اللي استعملها القدماء المصريين، استعملوها اليونان والرومان، واللي استعملوها في الطب الإسلامي. ابتديت أعمل وصفات كتيرة جدا منها، فأفادتني دراسة التاريخ والمخطوطات الطبية في شغلتي. مجموعتي أساسا أكبر كمية تعود إلى حضارة الفسطاط اللي هي العاصمة الإسلامية الأولى في مصر، اتبنت سنة 21 هجرية. القائد كان عمرو بن العاص. الفسطاط كان عبارة عن خرايب، كان في واحد مأجرها، ده كان صديقي، بيأجر ناس يهزوا الترابة عشان ياخدوا الطينة أو السبخ يسمدوا بيه الزراعة، فبيفضل في الغربال بعض الحاجات الأثرية. كان بعد ما يعمل الغربال يروح رامي الغربال. فرحت كم مرة هناك، لقيت فيه مجموعة من حاجات كده مصدية. هذه الحاجات المصدية دي طلعت المجموعة الوحيدة في العالم في الجراحة الإسلامية، لدرجة إن فرنسا طلبت في معرض بالمعارض، واليابان 12 قطعة من المعروضة تتعرض في فرنسا وتتعرض في اليابان. وجدت قطع إزاز كانوا بيسموه قعر الإزازة، عليها كتابات كوفية مبكرة تدل على أختام للمكاييل الزجاجية اللي كانوا بيعايروا بيها مفردات الأدوية والأغذية. لميت مجموعة كبيرة جدا تعتبر وثائق
للأعشاب والأغذية في فجر الإسلام بمصر. أهم بقى مجموعة عندي كان بيلقوا ورق ملفوف عامل زي ورق الموز، فكان قلت له ايه؟ قالوا لي بنلقى ورق الموز بتعملوا بيه ايه؟ لما بنحوز نشرب شاي بنولعه وبنشرب بيه. قلت لهم لا، ورق الموز ده انا عاوزه. فلموا لي كميه كبيره من ورق الموز، اتعلمت ازاي افرده. طلعت انظر مجموعه وثائق اسلاميه من فجر الاسلام في مصر. البرديه الوحيده في تاريخ الطب في العالم مفيش غيرها، دي مجموعه الخاصه. أول عقد زواج في الإسلام 90 هجرية، ده مجموعة الخاصة. بعض البرديات تدل على الالتقاء الحضاري بين المسلمين والأقباط، اسمها بايلينجوال. بايلينجوال يعني ذات اللغتين. يدي الخليفة الأمر بالجزية كذا كذا كذا، كان الصراف واللي بياخد الخراج مسيحي ما يعرفش، بيكتب بالقبط الأسامي ويكتب، فكان اسمها بايلينجوال. يؤيد التآخي في الادمنستريشن بين المسلمين وبين الآباط في هذا العالم. اللي أنا عاوز بقى يتعمل له دراسة حديث نبوي شريف، لقيته في البخاري في مسلم، على إن سيدنا جبريل نزل على الرسول الكريم وقال له اقرأ علي القرآن، وقرأه النبي بمزيد السلام. حضرتك شايف ان مقتنيات الفسطاط دي أرخت للفترة دي؟ لقد اندثرت مدينة الفسطاط للأسف الشديد، العاصمة الإسلامية الأولى لمصر، تقريبا بقت كلها مباني خرسانية، ملاهي. حديقة الفسطاط في جوه حتة صغيرة بعض المباني للفسطاط. يعني في أي دولة من الدول أي عاصمة كان لازم عملوا عليها أسوار، ودي موجودة وما حدش، لأن دي العاصمة الإسلامية. فقد اندثرت الفسطاط. اللي مؤرخ لها بقى الحمد لله هذه المجموعة. Hello, it's good to see you. Alhamdulillah, it's good to see you again, Dr. Henry. مشفتكش بقالي كتير. عايزة اتكلم معاك عن كل حاجة في الفسطاط. هطلع الكتاب الأول ونشوفه. Shall we sit together and talk? نقعد سويا ونتكلم. الكتاب اللي عمله بروفيسور جيري بكرة من الكتب الرائعة التي حافظت على تراث الفسطاط. عارف ان الكتاب ده خد منه 8-9 سنين، وشارك معاك العديد من العلماء. فهذا الكتاب يعتبر الدوكومنتس او الوثيقة التي تثبت ان الفسطاط العاصمة الإسلامية الأولى لمصر كان لها حضارة خاصة، حضارة إسلامية الروح مصرية الأصل. دي مجموعة من أدوات الجراحة. هنا هنلقى فيه مجموعة كبيرة جدا من المشارط، مجموعة من الملاقط، مجموعة من أدوات الجراحة، في إبر جراحية، في أصناف من المقصات. في المقص ده مهم جدا، ده بشاور ليه، لأن ده موجود لقيناه في الفسطاط، والإناء عند قدماء المصريين، والإناء مرسوم على معبد كوم أمبو في اللوحة بتاعت الأدوات الطبية. من أهم الحاجات اللي جت من الفسطاط وجبناها من الفسطاط ورثناها من الفسطاط المنسوجات، قطع من المنسوجات. أظهر في الكتاب دكتور هنري، وأظهر في الكتاب ألوان ودقة عمل المنسوجات. مفيش حد قبل كده جمع الحاجات دي زي دكتور هنري، أول واحد جمع الحاجات دي. ومن أهم الحاجات دي الخرز اللي احنا اكتشفناه في الفسطاط، واللي مجموعة اللي أهداها دكتور هنري. عندنا كمان حاجات بتدل على السياسة والسياسات الخارجية والتعاون مع الدول الأخرى، فكان في خرز جاي من أوروبا، من الصين، من كل مكان. وده يدل برضو إن احنا ما بناخدش بس التاريخ الفسطاط من العماير والأماكن، بس كمان التاريخ الاقتصادي والسياسي للمكان وللوقت دوت في الفسطاط. دكتور هنري، أنا عايزة أشكرك جدا، مش بس عشان الكتاب دوت، بس الواقع إنك اديت المجموعات بتاعتك لأماكن كتير. كتبت الإسكندرية، متحف فنون إسلامي في القاهرة،
to the Kulliyat al-Athar at Jamat al-Qahira, كلية الآثار جامعة to القاهرة، Sohag University, لسوهاج، in so many places جامعة that سوهاج، Egyptian students لجامعات and كتيرة. Egyptians can enjoy your collection. مصر والمصريين هيستمتعوا بكل المجموعة بتاعتك. انت صديق حميم جدا وصديق عزيز جدا، وانا عايزة اشكرك جدا جدا ان انا اعرفك. الدكتور هنري أمين عوض أنا بعتبره قبطي عاشق للآثار الإسلامية. بدأت أتعرف بالدكتور هنري، بدأت أشوف اهتمامه بالعملة، لأنه إدى وتبرع بمجموعة خاصة كان بيملكها واداها للمجلس الأعلى للآثار. هو شخصية بعتقد شخصية فريدة من نوعها، ادى حياته كلها وعشقه للتراث الإسلامي وخاصة العملة. احنا فكرنا لازم يكون فيه متحف خاص بالعملة، يبقى أول متحف في التاريخ بيحكي تاريخ العملة من العصر اليوناني الروماني حتى العصر الحديث. وبالتالي تكون مجموعة هنري أمين عوض هي مجموعة مهمة جدا بتظهر إزاي تلاحم الناس مع الآثار. ده عالم كبير جدا وراهب في علم الآثار الإسلامية، وأنا على هذا الأساس فكرت إن لازم يكون في مكان نكرم فيه هنري أمين عوض. أحب أثر إلى قلبي هو هذا الدرهم الفضي الذي ضرب بفسطاط مصر عام 200 هجرية، وهذا يعد حدثا في علم الآثار. أنا فكرت إن لازم مصر يبقى فيها متحف للطب وتاريخ الطب، واخترنا قصر السكاكيني لأنه بيعتبر مكان رائع جميل عشان نرمم هذا القصر ونعمل سيناريو نعرض فيه الجراحة على مر العصور، وأيضا الطب في العصر اليوناني الروماني والإسلامي والعصر الحديث.
كانت مكتبة الإسكندرية محببة إلى قلبي، فحاولت جاهدا أن أهدى إليها ما تبقى لدي من آثار، واتصلت بالوزير الفنان فاروق حسني طالبا منه أن يساعدني في إهدائها إلى مكتبة الإسكندرية، واتصلت بالأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي رحب، وأنا بكل فخر أني قد أهديت إلى مكتبة الإسكندرية الشامخة مجموعة من الآثار النادرة التي لا تقدر بثمن، وقد منحتني المكتبة درعها مرتين. من تقاليد مكتبة اسكندرية إنها بتقيم في كل فترة احتفالية خاصة لأصحاب الإهداءات المتميزة. الشخص الوحيد اللي احتفي به احتفاليتين هو الدكتور هنري أمين عوض، لأن ما قدمه يتجاوز في أهميته المقتنيات نفسها من عملات نادرة أو من كتب نادرة وبعض النصوص المخطوطة باليد، وبالتالي كان ده بيدينا فرصة كبيرة للإشارة إلى ما قدمه هذا الرجل المصري الجميل الذي كان بجوارنا خطوة بخطوة أيام افتتحنا مكتبة الإسكندرية وساعدنا بما قدمه لنا من إهداءات. أنا معجب جدا بمتحف الحضارة لأنه يحكي حضارة مصر من قبل عصر التاريخ حتى عصرنا الحالي. واتفقت مع أستاذي وصديقي الدكتور علي رضوان إن كل ما أمتلكه أو أهديته إلى متاحف الدولة المختلفة يتحط في متحف الحضارة، لأن متحف الحضارة أساسا معمول في الفسطاط ومجموعتي كلها أساسا من الفسطاط. جميع الأديان متشابهة، احنا اللي بوظنا الأديان. أغلب المتعصبين، يعني حضرتك شايف ان في متعصبين في المسلمين، متعصبين مسلمين ومسيحيين يمكن أكتر منهم، وده نتيجة جهل، وبفتكره كمان وبأكد إنه قلة دين. يعني اللي يعرف دينه مظبوط لا يمكن أن يحارب أحد الأديان الأخرى المنزلة. ده بقى له قد إيه؟ ده بقى له 5 سنين. 5 سنين. عملت له إيه علاج؟ أنا عملت لها الأول عملت لها فيزا لا كأن حاجة مكرمشة وأنت عاوز تفردها. بفردها أنا مرة الصبح الظهرية بالليل، لو 3 4 مرات ما يفرقش. وده المرهم ده بالليل، وأشوفها بعد شهر هيكون اتفردت. أنا حاسس إن هو بيمثل مصر، وعشقه بيخلينا كلنا نقول تعظيم سلام لهنري أمين عوض. هذه الهواية قد أسعدتني، وأنا أعتبر أي إنسان ليس له أي هواية نافعة إنسان تعيس، لأن طبعا متاعب الشغل متاعب الحياة لازم الواحد يلقى قناة يهرب فيها من الواقع، والواقع فيه حاجات كثيرة أوي متعبة. وهكذا تمضي رحلة حياة راهب الآثار الإسلامية، إنها تجربة عطاء.